السلام عليكم، مرحبا بكم عندي في قناتي كويليزا. ان شاء الله تكونوا لاباس وبخير. واليوم جيتكم بوصفة تقليدية جزائرية عاصمية اللي هو المثوم العاصمي، طاجين المثوم العاصمي. وصفة شابة بزاف، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. يلا معايا على المقادير. اول حاجة اللي مهمة في المثوم، سمو كي يحضر داكشي خدمي مثوم، ما يحضرش ما تخدميش مثوم، ما عندكش بديل. اللي هو يكون عندك لحم مفروم تاع سوا تاع بقري سوا تاع غنمي كيما تبغي. انا هنا اللي توفر عندي تاع البقري، لحم مفروم تاع البقري، وكانت فيه كميه قليله تاع اليدام، كميه قليله. وهنايا عندنا كميه مليحه من الثوم، كميه مليحه من الثوم. انايا هنا كنت تشوفوا اللحم ما نكثرلاش لي زيبيس، انا ما نديرلوش لي زيبيس بزاف، سورتو الثوم ما كثرلوش كاع لي زيبيس، باسكو اللحم يطلق غير هو بنته ويعطيك غير هو بنته. هنا عندنا غير فلفل الكحل والكمون والثوم، زعما كميه مليحه من الثوم. درت فلفل الكحل والكمون انا نستعملو كاع في اي لحم محفروم تاع الغنمي تاع الدجاج تاع الدانت نستعمل الكمون. عندنا فلفل الكحل والكمون، كميه مليحه من الثوم، وشويه واحد المغرف تاع لا شابلور، تكثروش لا شابلور باسكو تحسوها الداخل تتخلط لكم كي العجين. وهنايا كنت في حبه البيض استعملت منها غير شويه، انايا الحبه كيما هي شفتوها قعدت، انا استعملت غير شويه. الكونتيتي هذه اللي راهي عندي بالك كيلو. هنا بديت نديرها فيه في كرات متوسطه، لا هنا على حسب الذوق، كاليبو كبير كاليبو صغير. والمثوم بطبيعه الحال هو معروف انه ما ينديرش برك من كرات اللحم، يندير معاه دي مورسو تاع الغنمي ولا هبرات تاع بقري. ولكن انا كان يكفيني هذا الكيلو تاع اللحم المفروم، لانه بحكم العائله تاعي صغيره ما نحتاجش اني نزيد مورسو اخر ولا تاع اللحم، كان يكفيني. وكان ما شاء الله كلينه وما شاء الله. بديت هنايا قلت لكم الملح ياخذ مفروغ منه. المهم لي زيبيس قلت لكم ما تكتروش، انا بالنسبه لي ما تكتروش لي زيبيس، خلوا اللحم يعطي بنته هو فقط. وبديت هنايا بديت نكور في اللحم. هذه الوصفه عاصميه، يعني ما كاين اللي يقول لك لا هاك لا هاك، عاصميه جزائريه، طاجين المثوم العاصمي. هو اصلا معروف طاجين مثوم اللي تقولي عاصمي. وهنا راني كملت الكرات تاعي، قاعد نكور. ورحت هنايا الخطره الجايه ان شاء الله، الوصفه الجايه ان شاء الله ندير لكم في الطاجين تاع الطين باذن الله. ما على باليش انا هنايا كيفاش نسيت ما طيبت في الطاجين الطين، كيفاش طاجين مثوم وعندي طاجين الطين وما طيبتش فيه. ان شاء الله الوصفه الجايه ان شاء الله نطيب لكم في طاجين الطين. ولكن راني نشوف الفيديو قاعده نقول من راسي وين كير ما درتش الطاجين الطين تاعنا. المهم هنا درنا كميه من السمن في شويه، راكم تشوفوا اللي دا ماشي بزاف بس كان اللحم فيه. ودرت شويه ثوم قليتها غير شويه قعد بيض. ومن بعد درت لها شويه حميصه وشويه فلفل كحل وشويه كركم. اللي يدير غير فلفل كحل دبر راسه يحوسها بيضه يدير فلفل كحل، انا نبغي نزيد شويه تاع الكركم. بون ومن بعد شويه تاع شامبينيون. هنا تقص لي بزاف. اولادي يضيعوا لي شويه مقاطع. كنت مرقت، ومن بعد كي مرقت تمرق شويه، ما كي غير طبخ غير غلا شويه، رحت زدت الكرات تاع اللحم المفروم وخليته يطيب عادي حتى يثقل. وهنايا راهي الطبق المثوم راه كما يقولك واقف على يدامه كما يقولوا خاوتنا العاصميين. هنايا التزيين نورمالمون يكون باللوز، وانا درت له الشامبينيون. ان شاء الله الوصفه تعجبكم وتجربوها. الى الملتقى.